السلام عليكم خبتي، إن شاء الله تكونوا بخير. لأول مرة أتفاجأ من مقالة قالها حافظ الراجل اليوم وكتبها في صفحته ونشرها كالعادة. وعندما درستها من الناحية الشخصية أنا يعني أعطيت له الحق 100%. اسمعوا واش قال حافظ الراجي: لأول مرة في مشواري المهني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليق على المباريات المنتخب الجزائري في المواعيد الكبرى، لم أنزعج ولم ينتابني الحزن أو الأسف على الخسارة. ليس لأنها كانت منطقية ومستحقة ولم نلعب جيدا أمام المنتخب النيجيري فحسب، بل لأنها جنبتنا التأهل إلى النصف النهائي ومواجهة المنتخب المغربي في ظرف يتميز بالكثير من الاحتقان الذي كان سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه عند المواجهة، بسبب كمية الشحن والتوتر المحسوس في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وفي الواقع لدرجة لم يسبق لها مثيل في التاريخ العلاقات الجزائرية المغربية، خاصة بعدما امتدت إلى الأوساط الشعبية بمناسبة نهائيات كأس إفريقيا. لا أقول أنني فرحت لخروج المنتخب الجزائري في الربع النهائي، لأن لا أحد يفرح للخسارة، لكنني أدركت أثناء المباراة وبعدها أن القدر أراد أن يجنبنا مأساة كانت ستفسد العرس القاري وتبقى وصمة عار في تاريخ الكرة الإفريقية. لا أقول أيضا أن الجماهير المغربية والجزائرية تحقد على بعضها البعض وكانت مستعدة لتخوض حرب في المدرجات وخارجها، لكنها كانت مشحونة وقابلة للانفجار في حالة الخسارة. لذلك لم أحزن لخروج المنتخب الجزائري من الربع النهائي، ولم أحقد على الحكم السنغالي الذي ساهم في تجنب سيناريو مرعب عندما استفز اللاعبين الجزائريين وأخرجهم من المباراة بدون أن يفقدوا أعصابهم، لأنهم كانوا مهيئين للتعامل مع السيناريو الذي حدث. لا أقول أن اللاعبين كانوا سيخوضون حربا من نوع آخر فوق الميدان، بل كانوا سيقعون ضحايا شحن تاريخي متراكب منذ إعلان استقلال الجزائر إلى اليوم، وكان الخاسر منهم سيدفع الثمن ويصنف خائنا وجبانا تلاحقه لعنة الجماهير بلده بسبب الخسارة، رغم المودة المعلنة من هنا وهناك والتي لم تكن صادقة ولا صافية بشهادة كل المتابعين لمسار العلاقات الجزائرية المغربية التي ازدادت توترا في السنوات القليلة الماضية، وزادتها احتقانا وسائل التواصل الاجتماعي التي عاتت فيها النخبة تحريضا وافتراء وكذبا وسبا وشتما وقلة أدب، وغضتها أزمات سياسية وأمنية متراكمة بين البلدين. حتى الجماهير الجزائرية كانت مرتاحة لخروج منتخبها أمام نيجيريا رغم إحساسها بالظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب الجزائري ضد نيجيريا، وكانت مرتاحة لأنها تصالحت مع منتخبها الذي قدم مردودا طيبا وكشف عن إمكانيات واعدة يتمتع بها الكثير من اللاعبين، على غرار الحارس زيدان والمدافعين بالغالي حجام شرقي ولاعبي الوسط عماد عبدلي وإبراهيم مازا وشايبي، وكذا حاج موسى وبولبينا، والذين سيرافقون في المونديال 2026 المخضرمين ماردي بن سبعيني أيت نوري بن ناصر بوداوي عمورة بونجاح وأخيرا محرز، إضافة إلى المصابين غويري بالليلي وعوار الذين غابوا عن البطولة. لن أخوض في أسباب الاحتقان والتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر لأنها قديمة وكثيرة ومعقدة لدرجة دفعت بالجانب الجزائري إلى اعتبار قطع العلاقات وإغلاق الحدود والمجال الجوي وسيلة لتجنب الحرب، في وقت استعان فيه المغرب بقوى أجنبية لإحداث التوازن في القوى، رغم أن همه الوحيد يبقى بسط نفوذه على الصحراء الغربية وإعادة تطبيع العلاقات مع الجزائر وفتح الحدود لإنعاش اقتصاده والسياحة في بلده، وهي غايات وأهداف مشروعة لكل بلد ومن حقه أن يسعى إليها، لكن ليس على حساب الطرف الآخر وعلى حساب الجماهير الكرة التي أدركت اليوم أكثر من أي وقت مضى أن المشكلة بين الجزائر والمغرب أكبر مما كانت تعتقد، وأكبر من مجرد مباراة كروية ولقب قاري. شكرا للحكم السنغالي عيسى ومن كان وراءهم لأنهم منعوا فتنة كبيرة، لكنهم بالمقابل أساءوا للكرة الإفريقية وقيم الروح الرياضية عندما تسببوا في مجازر تحكيمية مست بمصداقية البطولة وجعلتها مثيرة للسخرية.